الرؤى دي مهمة جدا، وبقولك اوعي تحكيها لأي حد، اوعي تحكيها إلا لحبيب أو لبيب. لو شخص فعلا متأكدة انه بيحبك جدا ويحبلك الخير احكيها له، او تروحي تحكيها لمفسر أحلام علشان ما تتحسديش، لأن الرؤى فعلا بتكون روعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة مفسرة الرؤى نهال مجدي. النهاردة الحلقة خاصة بالسيدات فقط، وإن شاء الله هنعمل حلقة تانية للرجال، للأمور المبشرة جدا ليهم واللي فيها حظ كبير من السعادة القادمة. الرموز دي خاصة بالنساء فقط، وتفسيرها بيكون للنساء غير للرجال تماما، عشان كده الفيديو ده خاص بالسيدات. لكن قبل ما نبدأ نقول ايه هي الرموز الجميلة دي، لازم أقول لكم تحذير صغير كده. ليه؟ لان انتوا اخواتي وبحبكم في الله. عايزه اقول لكم لما تشوفوا رؤيه جميله وكوني مستبشره بيها خير، وعندك شعور كده انها طيبه وجايلك من وراها خير كتير، ارجوكي ما تقعديش في وسط اصحابك واصدقائك وانا شفت الرؤيه فلانيه وكذا، او انك تكتبي على مكان عام وتقولي انا شفت الرؤيه دي مثلا على الفيس، والناس كلها اصحابك وقرايبك عارفين ان انتي او كده. لا، الرؤى ما بتتحكيش بالشكل ده. الرؤى ما بنحكيهاش الا لاتنين، اما حبيب او لبيب. الحبيب يعني شخص بيحبني وعارفه كويس جدا انه بيحب لي الخير، زي الام زي الاب، دول اشخاص فعلا بيتمنوا لك الخير من كل قلبهم. كمان ممكن تحكي الرؤيه للبيب، يعني حد يكون فاهم او عنده بعض الحكمة انه يفسرها لك او يفهمها لك. لكن مش مستحب ابدا ان انا اقعد اقول انا شفت الرؤية الفلانية، ففي حد من اللي قاعدين يقول يا ده معناها جميل جدا، ده انت هترزقي بكذا، ده انت هيجيلك مثلا عريس بالمواصفات الفلانية او ما شابه. وبعدين بنلاقي ان احنا نفسنا اتحسدنا، يعني تلاقي البنت اتحسدت، تلاقيها اصلا مش عايزه فكره الزواج، وشها دبل، حصل لها بعض الاعراض الصحيه نتيجه ان هي ما كانتش محصنه نفسها، كانت فرحانه بقى ومنطلقه وعماله تحكي وكده، لكن ما خدتش بالها وحصنت نفسها. فدي معلومه ليكم كلكم، ما تحاولوش ان انتوا تحكوا الرؤى على العام كده. لو حد مش عارف اسمك مثلا وردة النرجس او كده ومحدش يعرف انت مين، ماشي، لكن ما تبقاش في وسط الناس اللي انت تعرفيهم ويعرفوك. مش هطول عليكم مع اني بحب اتكلم معاكم جدا، وعارفه ان في ناس بتحبني وبتحب تسمع الحلقه جدا جدا لحد النهايه. نبدأ نحكي الرموز، بس قبل ما نحكي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلينا نبدأ بالرمز الجميل جدا جدا ده، وإن في شخص في المنام تلاقيه أهدالك مصحف. تلاقي في الرؤية إن انت في شخص مجهول وجه اهدالك مصحف، قالك المصحف ده بتاعي. او في بعض الناس اللي ممكن الاب المتوفى يجي في المنام ويعطيها مصحف. الرؤية دي معناها ايه؟ ان حد يديني مصحف هدية في المنام، معناها ان شاء الله ربنا يرزقك بعريس، مش بس عريس، ده عريس صالح، وان شاء الله ربنا يتملك الموضوع ده على خير. وبيدل كمان انك انسانه صالحه، اللهم بارك، نحسبك على خير، لان مش اي حد بيشوف الرؤى اللي فيها مصاحف وايات قرانيه. لو والدك المتوفى مثلا جه في المنام واعطاكي مصحف هديه وبشوف الرؤى دي ويكون مبتسم، تعرفي ان الرؤيه دلاله على انك هتكوني سعيده. دي بتكون رؤيه جميله جدا جدا للبنت العزباء، واجمل ما ترى في رموز الزواج. كمان في رمز مهم جدا جدا، وهو رمز الشعر في المنام. كتير مننا بيحلم بالشعر، او انه بتسرح شعرها، بتغسل شعرها او كده، لكن الرؤية اللي هقولك عليها دي مميزة جدا، وبإذن الله بيجي بعدها الخير. مش بيجي الخير فترة صغيرة، لا، بيجي بعدها خير لمدة طويلة. ليه بقول لمدة طويلة؟ لأن الشعر في المنام متعلق بالمدد الزمنية. يعني ايه؟ يعني زي ما انتوا عارفين الشعر بياخد مدة قد ايه عشان يطول سنتي؟ مثلا هنقول شهر شهرين. فلما بنشوف في المنام شعر بناخد من طول الشعر ده على قد المدد الزمنية اللي فيها استمتاع بالشيء ده. يعني مثلا الرؤية او الرمز اللي هقول لكم عليه هو رمز الشعر الطويل الكثيف الناعم. يعني انا اصلا شعري مثلا مش جميل، والاقي نفسي شعري في الرؤية سايح كده وطويل، واحس انه تقيل، واحس اني فخورة جدا بشعري، ايه الشعر الجميل ده، وابقى فرحانة. الرؤية دي جميلة جدا، لان الشعر ده في عزة المرأة، يعني تشوف فيه كل ما يسرها ولمدة طويلة. كل ما كان الشعر أطول كل ما كانت المدة الزمنية اللي هستمتع فيها بالشيء ده لمدة أطول. زي ما الشعر بيطول في مدة زمنية طويلة، زي ما شفته في الرؤية طويل، زي ما إن شاء الله هستمتع بيه لمدة طويلة. فالرؤية دي
كلها بإذن الله خير. لو كنت عزباء بإذن الله تتزوجي وتتزيني بزوجك وهتكوني سعيدة جدا. لو كنت سيدة متزوجة بإذن الله ربنا يسعدك مع الزوج، وهتكوني عايشة حياة بتتباهي بيها، حتى لو بينك وبين نفسك مبسوطة جدا من السعادة الزوجية. ممكن كمان ربنا يرزقك بالأولاد أو بالمال الكتير. هو زينة، الشعر زينة وحاجة بتميزك جدا، فأبشري بعد الرؤية دي. الرمز ده جميل جدا جدا وبيدل على انك ستتزوجي من شخص غني، وبإذن الله هيكون في فرحة قريبة جدا في البيت ده. ايه هو الرمز ده؟ هو رمز الذبح في عيد الأضحى. لما اشوف ان انا جايبة غنم من الأغنام عندنا في البيت وحد ذبحه وكنا في العيد، تعرفي ان شاء الله في فرحة داخلة البيت ده. مش بس كده، ده ان شاء الله زواج من عريس غني. ذبح الغنم هنا هو الزواج من عريس، وكل ما كان الغنم او الشيء اللي اتذبح في الرؤية ثمين، كل ما كان العريس اللي جاي ده ما شاء الله عليه يعني ايه، ثري او غني او مستريح ماديا. بناخد من تخن الذبيحه اللي احنا بنذبحها دي ونعرف يعني الماديات بتاعته بتبقى عامله ازاي. فما شاء الله اللهم بارك، الرؤيه دي بتكون فيها فرحه جايه بسرعه وعريس غني، وان شاء الله ابشري بالزواج السريع بعد الرؤيه دي. في رمز بقى جميل جدا جدا، معناه ان ربنا يبدلك الحال بتاعك من الكرب للفرج. معناه ان اللي جاي من سنين العمر ان شاء الله تكون في منتهى السعادة، وان ربنا يصلح حالك. وهقولك ازاي تفهم الرؤية دي. الرمز ده هو رمز الأسنان، مش الأسنان بس كده وخلاص، لا، بتبصي في المراية، وده أهم جزء في الرؤية، انك تبصي في المراية وتلاقي أسنانك مصفوفة وبيضة وجميلة وما فيهاش أي عيوب، وأحيانا تحس انها بتلمع قوي زيادة عن الطبيعي وكده. الرؤية دي معناها ان سنين عمرك الجاية ان شاء الله سيكون فيها انتظام واصلاح لحالك. اصلاح لحالك لما اتبدلت الحال السيء في المنام، اتشالت السنة اللي كان فيها مشاكل وجي بعدها اسنان بيضة وجميلة، يبقى ان شاء الله ربنا يبدل حالك من الحال السيء للحال الحسن. ان شاء الله ربنا هيسعدك، لان احنا لما بنضحك دايما اسناننا بتبان، فهنا رمز للسعادة والضحك في الحياة. لما تشوفي الاسنان مصفوفة يعني سنين جاية ورا سنين منتظمة وحلوة ان شاء الله ما فيهاش مشاكل. الرمز ده من اجمل الرموز اللي ممكن تشوفها السيدة في المنام. خليت اخر رمز هو رمز عقد الزواج. يعني لو الفتاة العزباء شافت الرمز ده تعرف ان شاء الله هيكتب كتابها قريب جدا، وان شاء الله في فرحة جاية في البيت، وربنا هيرزقها بعريس كويس جدا ومناسب جدا. ايه هو الرمز ده؟ الرمز انها تشتري او يهدى لها في المنام علبة ذهب يكون فيها عقد ويكون فيها خواتم عاملة زي الشبكة كده او علبة الشبكة كاملة. اما بتلاقي في الرؤية العلبة دي فيها الخواتم وفيها الاساور وفيها العقد، وتشعر انها الله دي علبة ذهب جميلة جدا. الرؤية دي مميزة جدا وفعلا سعيدة الحظ اللي بتشوفها، لانها بتبشر بحياة مادية بتكون فيها رخاء، يعني عريس غني كده بإذن الله. تبشر كمان بارتباط بإذن الله سيدوم معاها بإذن الله تعالى، وكمان بعقد زواج، وده جه في العقد اللي جه في الطقم. طبعا العقد له تفسيرات اخرى في اماكن اخرى، لكن لما يجي في طقم الذهب كده سواء اختها اهدته لها او هي لقيته مثلا في الرؤية وكانت بتدور عليه بقالها كتير وهكذا، ابشري ان شاء الله بالزواج من رجل مرتاح جدا ماديا، وان شاء الله يكون في عقد زواج قريب وفرحة قادمة. اما الرمز الاخير فده لحبايبي اللي بيقعدوا معايا لحد اخر الفيديو واللي فعلا بيحبوا يسمعوا الفيديو للاخر، عشان كده لازم اشيل الحاجة الحلوة كده في الاخر. ايه هو الرمز ده؟ هو رمز اللون الاخضر للسيدات عموما. يعني ايه رمز اللون الاخضر في الاشياء؟ يعني زي ايه؟ مثلا اجي في الرؤية، انا احلامي كلها كسيدة او كبنت ان انا دايما في الرؤى بتاعتي بشوف ان انا بدور على حذاء، بدخل محلات احذية بدور لحد ما تجيلك الرؤية الجميلة دي انك ترتدي او تشتري حذاء لونه اخضر. تعرفي ان شاء الله ربنا هيرزقك بزوج صالح هيريحك جدا جدا في حياتك. كمان في بعض الرؤى اللي بتجيلي انها دايما حجابها مفقود، دايما بتدور على الحجاب وقع في المجاري، الحجاب مش عارفه حصل ايه. لا، في الرؤيه دي بتيجي وفي حد بيجي يغطيها بحجاب والحجاب ده بيكون لونه اخضر.
الرؤية دي بتكون جميلة، بتدل على الزواج بإذن الله من رجل صالح يتقي الله سبحانه وتعالى. حتى السيدات المتزوجات لما تيجي في الرؤية تلاقي نفسها لابسة جلباب ولونه أخضر أو كده، تعرف إذا كان عندها مشاكل مع الزوج أو في بعض الحاجات كده، تلاقي الدنيا اتحسنت جدا وربنا أصلح لها حاله من حيث لا تدري.